يعني قانوني، يعني فهمتوا؟ هون مش لعب، هون مش تيك توك ولعب وكذا. أنا صار لي منع سفر في الأردن، ما بقدر أسافر، ما بقدر أطلع من الأردن، صار لي منع سفر. أوكي، واحد يتعلم القانون ويتعلم أشياء جديدة. صار لي منع سفر لسبب فيديو قديم قبل ما أتزوج أنا وميكس، إنه قال لي أنت طالق. والله ماني فاهمة الفيديو ولا فاهمة القصة. طيب أنا بمشي معاكم بالتفصيل. لما يصير يعني حسب ما بعرف في قانون بلدي، يعني حسب ما بعرف في كل قانون في العالم، إذا في محامين يشاهدوا في اللايف يخبروني. إذا تصير عليك مثلا مشكلة، جريمة، يخبروك إنك يجوك للبيت ياخدوك، يا سيد يا أخت عندك مشكلة. أنا ولا وسني خبر، أنا كضحى ولا وسني خبر، أنا قسما بالله ولا وسني خبر على هالقصة. لا اللي ما وسني خبر، ما وسني إنه في علي قضية، ما وسني إنه في علي شيء، ما وسني. طيب نزلت سنابات اليوم، ما قلت عن ميكس انه هو قدم علي قضيه، ما قلت كذا. وسني تالي انا كنت راح احجز اروح، مرحبا، ما عليك تعميم، عليك يعني منع سفر. شو منع سفر؟ شو عملت انا؟ انت موضوع طليقك، موضوع قصتك. كيف موضوع قصتي؟ انا وطليقي يعني متفاهمين واتفقت انا وهو. لا، طليقك اجا حضر الجلسه وانت ما حضرتي. هون خلص وصلت معايا صدمة. أنا جماعة لازمني أكل كف من عند أبوي، شدي أبوي يأتيني كف وجهي هذا يصير ورايا. أنا قعدت يعني أتواصل مع ميكس، خلص هذا غلط كبير. فوصلت فترة إنه قعدت أتواصل معاه، قال لي بدنا نرجع كذا كذا كذا. الله غالب، يعني الله غالب، ما هون ولا حدا يقدر يعذرني. خلص يعني. فقال لي روحي الغي كل القضايا اللي علي، اللي انا اعرف، يعني اللي انا مع عليه، هما يعني نفقه وحاجات تافهين. الله غالب، يعني حننت قلبي ورحت لغيت كل القضايا، كلمت محاميتي، لغيت كل القضايا، لغيت كل الاشياء. إذ بميكس مش لاغي قضية، يعني هو رافع علي قضية، بس أنا ما جاء على بالي إنه هو رافع علي قضية ولا فيه، مش عارفة شو هي ما بفهم. رحت أنا شلت كل القضايا وقلت عند ربي وعادي. اليوم لما طلع ميكس لايف كثير انزعجت. ليش؟ لأنه إحنا نتواصل كل يوم، إحنا كل يوم نتواصل يا جماعة، إحنا وميكس كل يوم نتواصل. يعني ميكس تروح تحضر جلسة وما تخبرني. أنا كضحى في شو غلطت معاك؟ لازمني أسكت عشان ما أبكي جدا. أوكي، عادي بنادي نورشين، بفرجيكم فيديوهات تسجيلات انه انا وميكس دايما نتواصل. يوم اللي ميكس راح على الجلسه يتواصل معايا، يوم اللي ميكس راح على الجلسه وسوى وضعيته كان يتواصل معايا وما خبرني. الجلسة هذه جماعة انه فيديو قديم قبل ما نتزوج، مش فاهمة شو الموضوع. قال لي انت طالق، لا والله ماني فاهمة، بحضر الجلسة بخبركم الموضوع. اوكي. كمان بدي احكي كمان. شوف انا وصلت معايا عادي، بكرة تشوفوني في السجن على فكرة. عادي ميكس قدم علي قضية تشهير، انا وصلني يعني رنوا علي محامين وكذا
انه في قضايا راح تتقدم عليها عادي. سكري اللايف. لا انا بعرف اتصرف. اسمع، اذا بدك تقعدي على اللايف ممنوع تبكي لو سمحتي. لو سمحتي بقى. مستحيل اصلا والله يا نورشين، قسم ما بدي دمعتي يشوفها ولا حدا. شوفي انا معلش لا تبكي او بتسكر اللايف. طيب لا خلص كل ما بصير بسكت. طيب بقولها كلمة، أنا من اليوم ميكس عدوي والله. خلص يا جماعة، الموضوع إنه أنا وقت اللي حبيت أحكي لكم إنه يعني الجلسة اللي حضرها غدر، من أقوى أنواع الغدر اللي عشته في حياتي. في الليل تحكي معايا، روحي كلمي محاميتك، الغي القضايا، الغي الأشياء. بروح أنا الغي القضايا. منو قال لي خليها تلغي؟ عند رسائل نورشين عندها رسائل، عندها كل شيء، أنا عندي كل شيء. رن على نورشين خلي تلغي القضايا. في قطر ميكس تواصل معي وقت اللي انا في قطر بده يرجع وكذا، وجاني الفندق لقطر، في الفندق في كاميراوات، صاحب الفندق قال لي بعطيك الكاميراوات انه ميكس اجاك والله، يعني كل شيء مصور. طلع كله يعني ما فهمت شو القصه، انه بده اشيل عليه القضايا. شلت عليك القضايا، شلت عليك. انا واحده من الناس مسامحه شويه، نفقه 2000 3000 اردني 4000 بيتعوضوا بيجوني. بس انك يا ميكس تحكي معي في التليفون وانت حاضر جلسة وتعرف راح يصير عليا، يعني راح يصير عليا منع سفر. انا اليوم امي بتحبك بتعشقك، بتعمل منع سفر على بنتك يعني، وانت عارف انه انت تعرف قانون البلد يا ميكس، انت تعرف قانون بلدك، انت تعرف قانون اشيائك، انت تعرف الاشياء هذول. بالله ما بدي وينزل ورا تصميم انا ببكي فيه، ما بحب ينزلوا تصاميم وانا ببكي. خلص من اليوم بدي ضحى هيك عناوين، ضحى تس، ضحى حي، ضحى. يا اخي خلص انا بدي اتعلم من اغلاطي. فالساعه انا عندي ثقه في القانون الاردني، انا عندي كثير ثقه في القانون الاردني انه جد حقي رح يتاخذ، وعندي كثير ثقة في القضاء الأردني والتونسي كمان. أنا بطلب منك طلب يا ميكس. أنت اليوم طلعت وقلت يا بلال امسك أختك. أنا بطلب من أهلك زي ما زيتوا تزوجتوني في تونس، في طلاق اسمه في تونس، طلقوني في تونس يا ميكس. أنا اليوم عامل لي بلوك، كيف أتواصل معك؟ أنا جيت للأردن عشان أوراق طلاق. أنا بنت لحالها جاي هون بحارب في أوراق الطلاق، ليكون جاي أنا هون محب. أنا جيب لي فيديو واحد إني أنا جيت لبيتكم في الفترة هذه، إني أنا تواصلت معاك. يا أخي بدي أتطلق زي كل بنت. أنا هون بدي عندي رسائل قلت لك يا ميكس ببوس رجليك بدي أتطلق. اجوا معي لتونس والله مسامحتك، هاي قدام 70,000. أنا ضحى مسامحتك، ما بدي نفقة، ما بدي ولا شيء. يا اخي انت ابن اصل وانا مفتخره بيك انك يا اخي طلقني زي ما رحت تزوجتني في تونس. تعال طلقني يا ميكس في تونس، في بلد شعب تونس بيحبك. زي ما تزوجت البنت هذيك اطلقها، ليش مخليني هيك في المفتوح من بلد بضل وراك؟ اليوم مش راضي يروح لتونس، مش راضي يطلقني في تونس،
وعلى فكرة في الأردن ولا خض معي ولا حتى طلقت في تونس، محاميتي تجري ولا لسه تجري. إذا أنت أنا عارفة أنت ماكس ما بدك ترجع، بدك تتزوج وبدك، طيب في مرة شاهد العالم كله على أنك تزوجتها. على انك تزوجتها المرة ذيك عادي، ميكس روح لتونس وطلقها المرة هذيك، والله كله يظل في رقبتك، كله يظل عندك، وانا مسامحتك على كل شيء، انا مسامح ما بدي والله الطراطي الاثنين. بالنسبة للناس اللي تواصلت معايا قالوا لي احنا نقدر نشيل لك منع السفر وكذا وكذا، يعني جد يعني شكرا للأردنيين، والله شكرا 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 قسما بالله. يعني ما تحكموا على شخص من بلد كان، أنا جد اليوم شفت تعامل من الشعب الأردني كأني في بتونس. أنا اليوم